ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عملت الكوكي بس بطريقه جميله قوي، وكمان مسلوق، وكمان عملنا وجبه جنبها. عايزه اقول لكم تحفه وجميله قوي قوي، النتيجه كانت جميله. يلا حبايب قلبي نشوف الطريقه مع بعض. هنا معايا دبابيس الفراخ والاجنحه دي، انا بحوشها طبعا من كل فرخه. غسلها كويس، نقعتها ميه وليمون وملح، غسلتها كويس وصفيتها. هنا معايا في الحله حطيت ميه، وحطيت لها توابل ونص معلقه كركم. ودايما انا لما بسلق الفراخ لازم احط كركم في الميه والتوابل طبعا. تمام. هنا معانا التوابل: كركم، آه، رشه قرنفل، جوز الطيب، جنزبيل وكمون وكزبره ناشفه اللي في الطبق، المقادير دي. تمام. هنا عندنا بهارات فراخ، بابريكا، حبهان، تمام، بصل بودر وتوم بودر، وعندنا اوراق الغار. تمام. وعندنا كيس فيه جيتار، كوبايه دقيق، طبعا كوبايه دقيق في بوله. تمام. هنا كده انا هنعمل بقى العجينه. هنحط الكركم وهنحط الفلفل. ولازم يا حبايب قلبي برضو باكد عليكم، بحب انا رشه القرنفل المطحون. هنا حطيت معلقتين كبار نشا عليهم، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة، وبتقلبي مع التوابل. وحطيت معلقتين في جيتار. تمام. وهتقلبي. وهنا معايا طبعا التوابل، انا طبعا قلت عليها بس انا مرشتهاش. تمام. احنا اللي قلنا عليها بصل بودر وتوم بودر واوراق الغار وبابريكا. وبس كده، التوابل اللي انت بتحبيها هتحط فيها. بس عايزه اقول لك الحبهان لازم بيدي طعم حلو. هنا معانا بيضه. طبعا الشوربه اللي احنا سلقنا بيها مش هنرميها ولا اي حاجه. بص لون الشوربه جميل قوي قوي. بصراحه انا بحب اعملها على طول كده. كمان لو انت حبايب قلبي بتعملي دايت، حلوه قوي الفراخ ديت، انت وبتاكليها كده يعني لونها حلو كده كأني محمره. بصوا العجينه انا عايزاها لا هو سايله، يعني مش سايله ولا متماسكه. تمام. عايزاها عجينه حلوه زي ما هتشوفوها كده في الفيديو. طبعا انا رشيت ملح، ولازم بتدوقيها وتشوفي الحياء بتاعها. كده خلاص، اخر معلقه شوربه انا حطيتها، مش هحط تاني، كده خلاص كويس. هجيب الدبابيس. بصوا شكلها تحفه جدا، بحب الكركم قوي والتوابل اللي انا بحطها والحبهان تدي طعم جميل قوي. عايزه اقول لكم الخلطه اللي انا عاملاها دي هتديكوا طعم الكوكي الجاهز اللي بره. وبتحدي حبايب قلبي، وبرضو اللي يجربها اكتبوا لي في الكومنت. تمام. كده خلاص انا هركنها. جبت طبعا، بتجيبي طبق تاني وكوبايه الدقيق، وحطيت فيه جيتار، باقي الكيس يعني. واحط رشه ملح، واحط برضو نشا عليهم، حوالي معلقه كبيره نشا، بس انا حطيت معلقتين صغيرين. تمام. وبنقلب كده. حط اللايك يا قمر انتوا هي اللي بتتفرجوا. تمام كده. انا بص مشاركنه ولا اي حاجه، اشتغلت يعني على طول كده. ان العجينه حلوه، وطبعا احنا حاطين حاجات في الشوربه مديه طعم حلو. كده انا بسخن الزيت في الوقت ده، عشان يدوب هبطن الدبابيس بتاعتي، وهحطها على طول تحمر، تاخد لون. تمام كده. بصوا هتغطيها بالدقيق طبعا، وتبطني وتدوسي كده كويس. خلي الكفر كويس بتاع الدبوس في الدقيق متبطن. تمام يا قلبي. الكفر ده هو اللي ادينا القرمشه. طبعا لو في اي جلده كانت مزولاكي بتشيليها. تمام حبايب قلبي.
واللي بيتفرج على الفيديو اضغطوا لي لايك، اهم حاجة اللايك، واللي ما اشتركش في قناة ام كراسي يشترك، وتفعيل زر الجرس يا حبايب قلبي عشان كل جديد يوصل لكم اول باول. بصوا انا بطن كده يدوب كده، هعمل الدبابيس دي وعلى طول هحمرها على البوتاجاز. طبعا في الوقت ده الزيت سخن معايا، والنار طبعا لما تيجي تحط الدبابيس تكون عالية عشان تديك القرمشة، لكن لو وطيتيها هتطرى معاك. يلا حبايب قلبي على البوتاجاز بقى. بصوا لازم الزيت يكون سخن تمام، بصوا كده على نار عالية. عايزة اقولك كمان جميل قوي قوي. انا عملت جنبها بصوا البطاطس، آه بصلاية حمرتها، اللي هي في الحلة دي دلوقتي بصوا اهو. عايزة اقول لكم بصلاية حمرتها، وسبع حبات طماطم قطعتهم مكعبات وعليهم وقلبتهم بعد ما حمرت البصلة، وقلبت كده وحطيت نص معلقة سكر عليهم عشان متغليش كتير يعني. وجيت ان انا احط الشوربة واسوي الطماطم بيها، وبعد ما استوت رحت جيت حطيت قطعت البطاطس مكعبات صغيرة وجيت حطيتها طبعا، وحطيت الشوربة فيها حبيت زي كوباية شوربة، وسبتهم يعني يستووا مع بعض تمام. عايزة اقول لكم خفيفة جدا جدا. وكمان واحدة تومة انا قطعتها مكعبات صغيرة يعني ناعم، حطيتها مع الطماطم والبصل تمام. عايزة اقول لكم كانت وجبة جميلة قوي قوي، وعملتها خفيفة قوي قوي تمام. هنا طبعا عندي الكورن فليكس ده، فللأسف دول ما تصوروش ان اتاكلوا على كده يعني. بالهنا والشفا طبعا. تمام بصوا عايزه اقول لكم القرمشه جميله والطعم تحفه تحفه يعني. بصي كوكي كوكي فعلا. حط اللايك يا قمر. اشوفكم على خير إن